خبر عاجل إخواني، يا ربي السلامة من مدينة الدار البيضاء. اضطر مفتش الشرطة يعمل بمنطقة أمن سيدي البرنوسي بالدار البيضاء أنه يستخدم السلاح ديالو الوظيفي بشكل تحذيري يوم الاثنين. هذا الشيء من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة وعنده سوابق قضائية. والأكثر من ذلك أنه كان في حالة تخدير وعرض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض. ولم يكتفي بهذا، فالمشتبه فيه كان قد عرض ضحية أخرى للعنف باستعمال نفس السلاح، والحق كذلك خسائر مادية بسيارة مركونة بالشارع العام، قبل أن تدخل دورية للشرطة بكل حنكة من أجل ضبطه. ولكنه رفض الامتثال وزاد في باله وواجه عناصر الأمن الوطني بمقاومة عنيفة جدا باستعمال السكين. هو الأمر الذي اضطر معه مفتش للشرطة أن يتدخل بكل حزم وبشكل احترازي. أطلق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، مما كان هذا الاستعمال التحذيري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن التوقيف ديالو وهو في حالة تخدير متقدمة، وحيدوا له السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، وتم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. تحية كبيرة لرجال الأمن الوطني على التدخل ديالهم مرة أخرى.